لما بتدخل اجتماع مجلس اداره اكتر كلمه بتتكرر ايه؟ ROI، كوست سيفنج، efficiency. المشكله ان احنا كمديرين اي تي لما بندخل نتكلم بنقول احنا هنعمل شير بوينت بورتال، لكن الاداره ما يهمهاش التفاصيل التقنيه، هي عاوزه هتستفاد ايه او هتوفر كام. الفجوه دي بتخلي قسم الاي تي مجرد قسم دعم فني مش شريك استراتيجي في النمو الشركه. الباور بلاتفورم هو المترجم بتاعك. بدل ما تدخل تقول احنا هنعمل ابلكيشن بالباور ابس، ادخل قول احنا هنعمل ابلكيشن هيوفر وقت للشركه وهيقلل الوقت موافقات الشركه من 5 ايام الى 5 دقائق، وده هيوفر للشركه اكس سنويا من الفلوس، وبالتالي هيكون في فرصه للنمو اسرع. هنا انت ما بقتش تطلب ميزانيه، انت هنا بتزود فرص الاستثمار. لما تتكلم بلغتهم هتكسب ثقتهم وتتحول من شخص بيطلب جاست ميزانيه تشغيليه الى شخص بيضيف قيمه مضافه للشركه. عاوز تحسب ROI لاي مشروع عندك؟ ابعت لي في الكومنتات قول لي كلمه ROI وانا هبعت لك كاستم GPT تقدر تحسب منه ROI بتاع المشروع بتاعك. انا احمد عادل وبساعد الشركات ان هي تستفاد من مايكروسوفت 365 بالاخص شير بوينت وباور بلاتفورم افضل استفاده.